السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم اماني زكريا. زي ما انتوا شايفين النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بالمانجا. الكنافة بالمانجا من الحلويات الحلوة جدا اللي الكل بيحبها، كبير وصغير، وبنشتريها من بره بتكون غالية قوي. فهنعملها مع بعض ان شاء الله بطريقة ترضيكم، والنتيجة بإذن الله تبهركم زي ما انتوا شايفين كده بالشكل الأمور ده. يلا مع بعض نشوف المقادير والطريقة، بس ما تنسوش تعملوا لي لايك من فضلكم. انا هيكون عندي هنا نص كيلو كنافة، انا جبتها قبلها بيوم، حطيتها في الفريزر، ابتديت افرفطها كده، لازم تكون في الفريزر عشان تتفرفط معاكم بسهولة. ممكن تقصوها بالمقص تحطوها في الكبة، بس انا بحب اعملها بايديا كده. عندي كوباية سمنة سايحة او زبدة، انا يعني سمن بلدي او زبدة، حطيتها كده عليها وغلفت كل الكنافة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هدخلها الفرن. هنا هيكون عندي التوبنج بتاعي: كوباية لبن، كوباية كريم شانتيه خام، ونص كوباية كريمة خفق أو كريمة لباني. هيكون عندي هنا دول 3 معالق سكر علشان أنا جايبة الكريم شانتيه خام. واللي بحطه دول 3 معالق كريم باستري. الكريم الباستري بيفرق جدا جدا في الطعم وبيدي طعم غني قوي قوي. هبتدي اخفقها كده بالشكل دوت لغاية ما اخد قوام حلو. حبيتوا تزودوا حبة لبن، لو لقيتوا القوام بتاعه تقيل ممكن تزودوا حبة لبن بالشكل دوت. الكنافة بصوا ما شاء الله زي ما قلت لكم، بدخلها الفرن، بحاول ان انا ابشرها كل شوية وافضل اقلبها علشان ما تتحرقش على كل جنب شوية. حطيت هنا 3 معالق عسل كنافة او عسل نحل زي ما انتوا حابين. اقلبه كويس جدا، وطبعا هسيبها تبرد لان لما اجي احط الطبقات الكريمة هتسيح لو الكنافة سخنة بالشكل دوت. حطيت نص كمية الكنافة. عندكم بقى بولة، عندكم بايركس، اي صينية اي حاجة، بس انا هنا حطيتها في صينية بكليبس يعني عشان التقديم والتصوير وكده. حطيت نص الكريمة او نص التوبينج بتاعي. هنا المانجا بقى قطعتها مكعبات بالشكل كده اللي انتوا شايفينه. ممكن لو المانجا فيه قطع اتهرت منكم اتفعصت تحطوها في النص، بس تخلوا بالكم ان فوق الوش نخلي المانجا اللي هي شكلها حلو يعني. بس كده خلاص بعملها طبقات: كنافة كريمة ومانجا، وبرجع أكرر تاني: كنافة كريمة ومانجا بالشكل الحلو الأمور اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله شكلها أمور جدا جدا. ولو حابين بقى تحطوا جيلي تلميع ممكن تحطوا، مش حابين أنا بحط عليها كيس بلاستيك وبدخلها التلاجة علشان المانجا بس ما تبقاش ناشفة كده ويبقى شكلها مش لطيف. لما تحطوها في التلاجة لازم تحطوا عليها كيس بلاستيك لو مش هتحطوا جيلي تلميع. بصوا ما شاء الله شكلها أمور قوي قوي وطعمها رهيب. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم، واكتبوا لي في الكومنتات. اتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. كنت معاكم اماني